إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا غيبيا يقع في الحياة الدنيا بعده، وذكره وما يترتب عليه من الآثار والنتائج يوم القيامة عند حوضه. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، فأناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يخبر عن أمر خطير يقع في الأمة بعده، وهو ما يعتري أمر الدين من التبديل والتحويل والتغيير، وما يقع في الأمة من البدعة تلحق هذا الدين المحفوظ بالوحي المحفوظ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحس بدنو أجله وقرب لحوقه بربه، فقال: وددنا أنا رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟
قال أنتم أصحابي، وأما إخواني فلم يأتوا بعد. فقالوا وكيف تعرفهم؟ فضرب لهم مثلا من بيئتهم، وهو مثل حسي مادي ظاهر، فقال أرأيت لو أن خيلا لرجل وهي غر محجلة، والغرة بياض في وجه الفرس، وأما التحجيل فبياض في أرجلها. لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم به، أي بين ظهري خيل سود لم يخالط لونها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطكم أي متقدمكم على الحوض، ألا ليذادن أي ليدفعن ويطردن رجال عن حوضي، كما يطرد ويدفع البعير الضال، فأناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زار المقبرة قال وهذا تعليم لنا إذا ما زرنا المقابر ماذا نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بالموت، فإذا مات الحي لحق بالأموات ونزل بدارهم، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أنه سيموت، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه، وأنه لن يرى في حياته إخوانه الذين يأتون بعده صلى الله عليه وآله وسلم ويؤمنون به ويتبعون سنته، فحصلت في قلبه رأفة ورحمة ورقة وشوق لهم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وددت أنا رأينا إخواننا، أي تمنيت وأحببت لو أنا رأينا إخواننا في حياتنا وقبل مماتنا. فقال له الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. الصحبة المعاشرة، وهذا ليس نفيا لأخوته، بل هم إخوانه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والذين يأتون من بعده يؤمنون به إخوانه وليسوا بصحابته، نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث، قال الإمام البادي قوله صلى الله عليه وآله وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لأخوته، ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة، فهؤلاء إخوة صحابة، والذين لم يأتوا بعد إخوة ليسوا بصحابة، كما قال ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، والمعنى أنتم أخص من إخواني، فأنتم إخواني وأصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أي من يأتي بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره ويؤمن به ويتبع سنته، فهؤلاء إخوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم إخوانه في الإيمان، لكنهم ليسوا بأصحابه. فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرفهم ولم ترهم؟ قال أرأيت أي أخبرني لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها، بين ظهري خيل دهم بهم أي بينها، وأما الدهم
فجمع أدهم وهو الأسود، وأما البهم فهو الأسود أيضا الذي لا يخالط لونه لون سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو غيره، بل يكون لونه لونا واحدا خالصا. فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يعني أمة يأتون غرا محجلين من الوضوء، يكونون يوم القيامة على هذه الصفة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأنا فرطكم على الحوض، أتقدمكم على الحوض وأسبقكم إليه، كأنما هو الفارط الذي يكون في الدنيا يتقدم القوم، يعد لهم النزل ويصلح لهم الأرشية ويهيئ لهم الدلاء، فهو فرطنا على الحوض صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أمرا عظيما: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال والذود الطرد. والمعنى: ألا ليطردن وليمنعن رجال عن الوصول إلى حوضي والشرب منه، كما يطرد ويبعد البعير عن بعران الرجل. فأناديهم: ألا هلم، أي تعالوا. فيقال، وفي رواية لمسلم أن القائل ملك من الملائكة: إنهم قد بدلوا بعدك، ارتدوا أو نافقوا أو ابتدعوا بعد وفاتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأقول سحقا سحقا، بعدا بعدا، والمكان السحيق هو البعيد. ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم الله سحقا. فنتبين من هذا الحديث رأفة الرسول ومحبته وحنوه وشوقه إلى إخوانه الذين يأتون من بعده يؤمنون به ويتبعون سنته ولم يروه، ويكونون على ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يبتدعون. وأما الذين بدلوا وغيروا وابتدعوا فهؤلاء رجعوا القهقرة وابتدعوا في دين الله جل وعلا، فهم يستحقون بغض النبي صلى الله عليه وسلم لهم وطرده إياهم عن حوضه، ويستحقون قوله لهم وهو من سماه ربه تعالى في القرآن العظيم بالرؤوف الرحيم، يستحقون قوله لهم سحقا سحقا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأما حوضه فقد وصفه لنا، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وهذه رواية البخاري. الذين يدفعون عن الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، من هم؟ هم قوم من المنافقين قد كانوا يعدون من الصحابة وليسوا في الحقيقة من الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر لما أراد أن يقتل عبد الله ابن أبي المنافق، فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالذين خارج الإطار ولا يعرفون حقيقة الأمر يحسبون كل من مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلص أصحابه. فإذا ما قتل هذا المنافق وكان رأس النفاق في عصره وكل عصر، فهو حامل لواء المنافقين غير منازع،
فإذا قتل قال من لا علم عنده في جنبات الجزيرة، وأشاع المنافقون فيها وكذا أهل الكتاب يقولون إن محمدا يقتل أصحابه، فيصد ذلك كثيرا من الناس عن الإسلام. والشاهد ها هنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهؤلاء الذين يذادون ويطردون عن الحوض يوم القيامة جملة من المنافقين والأعراب، ومنهم المرتدون أيضا، وأهل الارتياب والشك، وأهل الأهواء والبدع. فهؤلاء جميعا يذادون ويطردون عن حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون علي حوضي. يا كعب بن عجرة، الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، والصلاة قربان، أو قال برهان. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. والحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وفيه أن قوما يذادون ويطردون ولا يردون الحوض. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من صفاته. وكذلك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده مرفوعا قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض: القدرية والمرجئة. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وجود إسناده ثمة محققه الألباني، وإسناده إسناد حسن. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء، وهم يتبدلون ويتوالدون على مسار التاريخ، فيتسمون بأسماء وتؤول في النهاية إلى ضمهم ونظمهم في سلك أهل الأهواء. فهؤلاء جميعا لا يردون حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الظلمة المسرفون في الجو وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، يعني الذود والطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الحافظ ابن حجر: وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنه ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيه حتى يعاقبهم على جناياتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار، والله تعالى أعلى وأعلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم
حذر الأمة من الإحداث في الدين ومن الابتداع في الشريعة، وأعظم ذلك وأجله ما تعلق بالقلب، فإن أكثر ما ورد من ذم البدع إنما هو متعلق بالبدع الاعتقادية التي يعتقد فيها من يعتقد من أهل الأهواء خلاف الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر في الحديث الذي مر ذكره والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من ابتدع في دينه، حذره من الطرد عن حوضه، وهي من المهانة العظمى والإهانة الكبرى والحرمان الأجل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أمور تقع في هذه الأمة، وإخباره صلى الله عليه وآله وسلم بها ليس على سبيل التقرير وإنما على سبيل التحذير، فهي وإن كانت من الأمور القدرية الكونية التي لا تدفع، وإخباره بها من دلائل نبوته لأنها من علم الغيب المكنون، إلا أنها إنما ذكرت كما ذكرت أحوال الأمم من قبلنا من أجل أن نحذر تلك الأحوال، ومن أجل أن نبتعد عن تلك الأمور المذكورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عقد الإمام الكبير الجليل ابن بطة العكبري في كتابه الجليل العظيم المعروف بالإبانة الكبرى عقد بابا سماه بإعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيرهم إياهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر تلك الأدواء من أجل أن تحذرها الأمة وأن تأخذ بسبل تحصيل الدواء. فذكر الإمام رحمه الله بسنده عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وهو حديث حسن أخرجه أحمد والطيالسي والآجري والطبراني في الكبير. والقذة الريشة التي تكون في مؤخر السهم فتكون موازية لأخرى، فقذة توازي قذة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. وذكر الإمام رحمه الله عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بالسدرة، فقلت: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وهي شجرة عظيمة كان الكفار يعلقون أي ينوطون أسلحتهم بها وكانوا يعكفون عليها. فقال هذا الصحابي وكان حديث عهد بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وقال الإمام رحمه الله ذاكرا إسنادا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان رجل من بني إسرائيل دخل جحر ضب
لتبعتموهم، والحديث في الصحيحين. والضب حيوان جبلي معقد الذنب، لو كان رجل من بني إسرائيل قبلنا دخل جحر ضب لكان في هذه الأمة من يدخله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام بسند عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والآجري والحاكم وغيرهم. وقال الإمام رحمه الله ساردا إسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن بأخذ الأمم والقرون قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. أخرجه البخاري في الصحيح. ومن الأحاديث التي ذكرها الإمام بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل. وهذا الحديث فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعمة الأفريقي، وهو قد ضعف، ولكن له شواهد حسنه بها الألباني كما في صحيح الجامع. ومن الأحاديث ما رواه الإمام بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولا يصلين النساء وهن حيض، ولا ينقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. هو حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما. قال الإمام رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحاديث التي دلنا فيها الرسول على أن طوائف من هذه الأمة المرحومة سيتبعون سنن أهل الكتاب، بل وسنن الوثنيين الذين يعبدون النار من فارس، وكذلك ما يكون من الأمم قبلنا. قال الإمام رحمه الله بعد ذكر تلك الأحاديث: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم وعلى سنة كسرى وقيصر. هذا الإمام توفي سنة 87 و300 من هجرة رسول الله في القرن الرابع الهجري، وهو يقول بعد ذكر الأحاديث التي حذرت من مشابهة أهل الكتابين ومشابهة الكفار، يقول: لو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم وعلى سنة كسرى وقيصر وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صنف منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضاهون مشابهون فيما يفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم. فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن لاذ بها من حكامهم وعمالهم وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به ونصبوا له في أفعاله وأحكامه وزيه ولباسه،
وكذلك في سائر الناس بعده من التجار والسوق وأبناء الدنيا وطالبيها، من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله رب العالمين. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرت في المصائب وفي الأفراح وفي الزي واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخيام، وكذلك في الخدام وفي المراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب. قال هذا في القرن الرابع الهجري. فما نقول نحن وأنت إذا صرفت نظرك في زي الناس ولباسهم وفي طعامهم وشرابهم وفي مساكنهم ومركوباتهم وفي طريقة كلامهم وفي تصوراتهم وفي سبل معيشتهم وفي أحوالهم، بل في طرائق تدينهم وفي مساجدهم ودور عباداتهم، لو أنك نظرت وصرفت النظر وتمليت لوجدت أن أمر الإسلام صار غريبا كما أخبر رسول الله. وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون وندب إليه المؤمنون. وكذلك من باع واشترى وملك واقتنى واستاجر وزرع وزارع، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا، يقول هذا في القرن الرابع الهجري، يقول فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها، فالله المستعان. فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان، فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة قد عدم سالكوها واندفنت محاجها وتهدمت صواها وأعلامها وفقد أدلاؤها وهداتها، وقد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطف الناس عنها، فالله المستعان. فليس يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان، وهو كما قال: فإن أكثر الذين يتصدرون للدعوة في هذا الزمان لا يكادون يجدون فارقا بين ما هم عليه من تبدل الأحوال وتغيرها إلى الضد مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعدون ما هم عليه دين الحق الذي جاء به النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهيهات ما أشد قربة الدين، فتبدلت الأمور وانعكست الأحوال، وصار الدعاة إلى الله في الجملة صادين عن سبيل الله، ينفرون الناس من الدين ويخوفونهم من الشريعة ويضعون لهم العقبات ليصدوهم عن سبيل الله شاءوا أم أبوا. فما أشد غربة الدين. ذكر الإمام رحمه الله بسنده عن يزيد بن خمير قال: سألت عبد الله ابن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف حالنا من حال من كان قبلنا. تقدمنا نحو عصر النبوة، تركنا القرن الرابع الهجري وتقدمنا إلى الصدر الأول والقرن المفضل، إلى أيام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل يسأل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حالنا من حال من كان قبلنا. قال: سبحان الله،
لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. لو نشر الصحابة في آخر عصر الصحابة ما عرفوا من كان هنالك إلا أن يجدوهم قياما يصلون. وهذا الأثر صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين، وأخرجه كذلك ابن عساكر. الصحابة رضي الله عنهم يشكون من تبدل الأحوال. فهذا هو الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بدمشق وهو يبكي، قلت: وما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه، يعني مع الرسول، إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ وهذا أخرجه البخاري في الصحيح، وأخرج أحمد والترمذي عن أبي عمران الجوني قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلنا له: فأين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ حتى الصحابة يشكون من تبدل الأحوال وتغيرها. وهذا أبو الدرداء تروي عنه أم الدرداء أنه دخل غضبان. قالت: قلت: وما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أخرجه البخاري في الصحيح. فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعرفه. قال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا يا إخواني رحمكم الله وإيانا أقوال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن بسر وأنس بن مالك وأبي الدرداء وابن عباس، ومن تركت أكثر ممن ذكرت. فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان، يعني في القرن الرابع في عصره، وأي عيش له مع أهله. وهو لو عاد أي زار عليلا لعاين عنده وفي منزله، وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع ومخالفة السنن والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية، ما لا يجوز له معه عيادة المرض. وكذلك إن شهد جنازة، وكذلك إن شهد إملاك رجل مسلم يعني زواجه، وكذلك إن شهد له وليمة، وكذلك إن خرج يريد الحج عاين في هذه المواطن ما ينكره ويكربه ويسوءه في نفسه وفي المسلمين ويغمه. فإذا كانت مطالب الحق قد صارت بواطلا، ومحاسن المسلمين قد صارت مفاضحا، فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم مصائب المسلمين في الدين وأقل في ذلك المتفكرين. الطرق شتى وطرق الحق مفردة، والسالكون طريق الحق آحاد، لا يطلبون ولا تبغى مآثرهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما يراد بهم، فكلهم عن طريق الحق حواد. غمر الناس يا إخواني البلاء، وانغلقت طرق السلامة والنجاة، ومات العلماء والنصحاء، وفقد الأمناء،
وصار الناس داء ليس يبريه الدواء. نسأل الله التوفيق للرشاد والعصمة والسداد، إنه تعالى على كل شيء قدير. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه، وفي رواية يعلم الإسلام وأهله، ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا، وهذا صحيح عنه. ما العلة في هذا كله؟ هذا ما نسأل الله أن يوفقنا لتجلية وجهه وبيان حقيقته. بعد، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالناظر في آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آثار من تبعهم بإحسان، يجدهم يتوجعون على أمر عظيم جليل. فما هو؟ هؤلاء الصحابة الذين كانت شكواهم على هذا النحو الموصوف، وهذا الإمام الذي عاش في القرن 8 الهجري وفيه مات، على أي شيء كانت شكاته ومن أي شيء كان توجعه؟ هل كانت الشريعة غير مطبقة؟ هل كانت الأمة تحكم بغير ما أنزل الله؟ هل كانت أعلام الإسلام لا تخفق على الربوع مع صفوف المجاهدين في سبيل الله رب العالمين تزخر بهم الميادين؟ على أي شيء كان يأسى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين مر ذكر بعض كلامهم؟ وكذلك ما ذكر هذا الإمام فيما ذكر من الشكاية، ومما ذكر من الألم الذي سطره، فإذا ما قرأته كأنما تشم من حروفه رائحة كبد يحترق أسا وحزنا. من أي شيء وعلى أي شيء؟ لقد كان الإسلام عزيزا، وكانت الشريعة مطبقة، وكانت المحاكم تقضي بحكم الله رب العالمين، والمساجد زاخرة بالعلماء يؤدون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقص المساجد بحلقات طلابه، والرحلات العلمية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب لا تتوقف. فكان هذا من بعض ما كان الحال عليه. فمن أي شيء كانت الشكوى إذن؟ من البدع التي يستهين بها المسلمون، لأن البدع بريد الكفر، وهي كالسوس الذي ينخر في الأساس، فإذا لم يعالج بدءا، وإذا لم تؤخذ منه الحيطة، فإنه لا بد أن يؤدي إلى كارثة محققة. وقد كان، فإن البدع استشرت وانتشرت، وتكونت الفرق والجماعات والأحزاب والطوائف، وتشتتت الأمة وتفرقت على ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرقها.
وكلها في النار إلا ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الخوارج على المسلمين بأحكامهم يكفرونهم ولا يتعرضون بأسيافهم للكفار الأصليين، وإنما يضعون الأسياف في رقاب المسلمين ويستحلون دماءهم وأبشارهم ويزهقون أرواحهم. وخرقوا في الإسلام خرقا عظيما، وظهر الروافض ومنهم السبائية، فادعوا في علي رضي الله عنه الإلهية، ومن تمكن منه علي رضي الله عنه حرقه في النار، خدلهم الأخاديد وملأها نارا، ثم قذف بهم في النار فأحرقهم بالنار وهم أحياء. قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها. قال علي لما سمع الحديث: لله أبوه ما أتبعه للهنات، ولو كان قد علم الحديث ما حرقهم بالنار ولقتلهم تقتيلا، فخرقوا في الإسلام خرقا لا يرقع، وما يزال قائما إلى يوم الناس هذا. وظهر القدرية وظهر المرجئة، ثم ظهر المعتزلة والجهمية، ثم جد الأشاعرة والماتوريدية إلى غير ذلك من الطوائف المنحرفة، وكلها ليست من أهل السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتأمل في حال كل جماعة، وانظر في أمور كل فرقة، هل هي على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي على مثل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ إن الصحابة لم يتواردوا على الفتن، ولم يشهد القتال الذي نجم بينهم ما يزيد على 30 منه، وأما معظمهم وجمهورهم فقد اعتزلوا الفتنة ناحية رضوان الله عليهم أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاهم وأمرهم إذا ما وقعت الفتنة أن يأخذ الواحد منهم سيفا ويقصد الحجارة ليضرب بالحجارة سيفا، أو فليتخذ سيفا من خشب وليدخل بيته، فإن دخل عليه فليكن في أعمق شيء منه، فإن دخل عليه فليكن كخير ابني آدم. بذا وصاهم الرسول. أما أن يسارعوا في الفتن، أما أن ينشئوا الفتن، أما أن يمزقوا الأمة، أما أن يشتتوا الصفوف، أما أن يكونوا مسعرين للحروب، معتدين على الأبشار والأرواح والدماء، فهل هذا ما كان عليه رسول الله؟ هل هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أي شيء هذا؟ من البدع، من الأهواء. احرص على عقيدتك واحرص على دينك، فإن سلفك الصالح قد وصاك بما وصى به الأصحاب وبما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن وجدت مبتدعا في طريق فخذ في طريق غيره. كانوا لا يسمعون منهم كلمة. وهذا ابن طاووس كان في مجلس فجاء رجل فقال: اسمع مني كلمة، فوضع إصبعيه في أذنيه وقال: ولا نصف كلمة. وكان ابنه حاضرا، فقال ابن طاووس لابنه: ضع إصبعيك في أذنيك واشدد
حتى لا تسمع منه حرفا. محمد بن سيرين من خيار التابعين لما جاءه رجل مبتدع فقال اسمع مني، قال لا أسمع منك شيئا، قال اسمع مني آية، قال لا أسمع منك ولا آية، ووضع إصبعيه في أذنيه حتى خرج. فلما خرج قيل له وما كان يضرك لو سمعت منه آية من كتاب الله؟ قال أخشى أن يتلوها على غير وجهها فتقر في قلبي فلا أستطيع أن أخرجها. بل قال قائلهم لأن يجاورني قردة وخنازير واليهود والنصارى خير من أن يجاورني أهل الأهواء. وهي كلمة عظيمة فيها جهتان منفكتان، لأن أهل البدع يقولون لأهل السنة إذا ما سمعوا منهم هذا الأثر تقدمون اليهود والنصارى والقردة والخنازير على أهل البدع، وما زالوا من أهل القبلة لم يكفروا ببدعتهم، وهذا في من كان فاسقا ببدعته غير مكفر به. فتقدمون هؤلاء على من كان من أهل القبلة ولم يخرج من الملة، فيقال انظر نظرا صحيحا بعينين، لأنك تنظر بعين واحدة، فإن استقام نظرك فهمت. فهنا جهتان: الجهة الأولى أن توازن وتطابق بين أهل الأهواء والبدع واليهود والنصارى والخردة والخنازير. فلا شك أن أهل البدع والأهواء ما لم يكفروا ببدعهم أنهم خير من اليهود والنصارى والقردة والخنازير، وهذا غير مراد في كلام المتكلم ولا في قول القائل، لأن النظر الثاني هو الضرر الذي يقع على المسلم المتسنن من اليهود والنصارى والقردة والخنازير في مقابل الضرر الذي يقع على المتسنن من أهل الأهواء والبدع. فأما أهل الكتاب فإن الرجل المتمسك بدينه لا يقع منهم عليه ضرر، وكذا القردة والخنازير. وأما أهل الأهواء فكالعقارب يدفنون أجسامهم في الرمال ويجعلون أذنابهم هناك، فإذا مرروا لم تر أجسادهم ضربوك بأذنابهم. فأنا يحترز محترز من ذلك؟ فالأمر كبير. ما الذي يجعل أبا الدرداء يقول لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم ما علم من أمرهم شيئا سوى الصلاة؟ وأبو الدرداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو هذا قال أنس، ونحوه قاله عبد الله بن بسر، ونحو ذلك ورد عن ابن عباس. ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ الحكم للإسلام في الأرض، وأعلام الجهاد خفاقة في الربوع، ويقرأ بدين الله رب العالمين، والمساجد زاخرة بروادها وقصادها وحلقات العلم، والعلماء الأثبات يبثونه في كل صقع، والرحلات العلمية موارة زخارة في الأمة، والإسلام عزيز والمسلمون في عزة. فما الذي جعلهم يقولون هذا القول؟ لأنهم لاحظوا طروء شيء من الاختلاف في الأمة قد وقع عما كان عليه الأمر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان الأمر عتيقا قبل وقوع الاختلاف بمقتل عثمان. والأمر العتيق ما كان قبل الفتنة بمقتل عثمان رضوان الله عليه. فأمر البدع عظيم، والمبتدع لا يقبل منه عدل ولا صرف. أن يكون الرجل جبريا قدريا
جهميا معتزليا أشعريا ماتريديا خارجيا، أن يكون الرجل على شعبة من شعب اعتقاد الخوارج وهو لا يدري، أو على شعبة من اعتقاد المرجئة وهو لا يدري، أو على شعبة من شعب القدرية أو الجبرية أو الأشعرية أو المعتزلية، فضلا عن الشرك الذي يقع من القبريين الذين يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من رب العالمين. الدين توحيد واتباع، ولا بد من البراءة مما يضادهما، وضد التوحيد الشرك، والله لا يغفر منه شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودون الاتباع وضده الابتداع في دين الله رب العالمين. ولا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، فإذا لحقه شرك لم يقبل، وإذا شابته بدعة لم يقبل. الأمر كبير، والاضطراب الحاصل المخرج منه يسير. فعندنا ثلاثة حلول: حل دموي تفرض فيه الشريعة بالحديد والنار بالمغالبة، وهذا لا تستقر فيه الأمور وتسيل فيه الدماء في الشوارع أنهارا، ولا تطبق فيه الشريعة، لأن الشريعة لا تطبق إلا بالشريعة، وفرضه بهذه الصورة ليس من الشريعة. فهذا حل خائب مرمي به مزجر الكلب، وحل سياسي كما عليه القول: أحزاب ومقرات حزبية ودعايات انتخابية وإخراج للنساء المخدرات من خدرهن مع تنازل عن شرط النقاب، وإدخال من كانت من أهل الكتاب مع التنازل عن الثوابت العظمى في دين الله رب العالمين مما يتعلق بعقيدة سيد المرسلين، والأخذ بطرائق الديمقراطية والمناهج الكفرية الشركية لتطبيق دين رب العالمين رب البرية. وهذا حل خائب فاشل كسابقه، وهو مضاد لدين رب العالمين. الشريعة لا تطبق بالكفر، والعقيدة لا تؤسس على الشرك، ولا تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن، والأبعد يخوض إليه بركة من الوحل والطين. فلم يبق إلا الحل الثالث، هو الحل الدعوي، وهو حل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعرف الناس الدين. الدين ليس شتما ولا ولوغا في الأعراض ولا كلاما عما يدور في المخادع. الدين ليس لسانا منفلتا، وإنما القول عند الشدة كالمبضع في يد الجراح، لا يجور ولا يتهاون، ويؤدي ما عليه ولو كان مؤلما. والدين هو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا، ولا هو اليوم بدين. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. وقد صلح أول الأمة على الإيمان واليقين والاتباع، منهاج النبوة. هذا هو الحل الذي دلكم عليه رسولكم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي داود، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي حيلة لأكل الربا، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما هو الدين؟ هو دين سيد المرسلين
ليس بدين فلان وفلان، ولا بطريقة فلان ولا علان، وطريقة الرجوع إلى الدين هي طريقة سيد المرسلين. فالأمر قريب. أسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وارحم أموات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.